مساء الخير استاذ الياس. مساء الخير ستنا. أنا بدي أعتذر منك لأنه يعني أبداً. كتير تأخرنا عليك بالوقت، بس يعني الأرض عم تفرض حالها، يعني ما أكيد شو بدنا نحن بمرحلة نعمل؟ ووضع حرب ولازم نحمل بعض، لا بالعكس أقل شيء. هو لازم نحمل بعضنا بالحرب وبالسلم أستاذ الياس، يعني مزبوط. مش بس بالحرب إن شاء الله. على أي حال من ضمن النقاش يعني في جزء حكيناه نحن وأستاذ غسان والأستاذ هاني قبيسي كمان بالجزء الأول من الحلقة ربطا بالكلام. ما بعرف إذا كنت عم تحضر من الأول وأنت بأجواء الكلام اللي صار. نعم. اللي حكيناه مع أستاذ هاني قبيسي أنه ما في فعليا كلام يتحدث عن فك الجبهات، يعني عن وقف إطلاق نار فقط في لبنان. ما في كلام يقول أنه والله تخلينا من قبل الرئيس بري، تخلينا عن الرئيس، عن مرشحنا يلي ممكن أن يكون مرشح توافقي. الكلام عن جيبوا لي 86 صوت في مجلس النواب، صوت مش 86 لتأمين حضور، 86 تصويت للرئاسة في مجلس النواب ومنروح إلى انتخاب. هيدا رمي كرة في ملعبكم، بالتحديد في الملعب المسيحي. قادرين تتفقوا على رئيس وتروحوا تقولوا له للرئيس بري هيدا مرشحنا أو هيدي ليستة الأسماء اللي بنتفق عليها وفلنذهب إلى انتخاب؟ ابدا. اليوم بعتقد جرب الرئيس بري يناور بهذا الموضوع، ومعك على البلاتو الزميل غسان يلي بنحييه، وهو بيعرف وحضرتك بتعرفي والراي العام كله بيعرف انه لا، صار في توافق مسيحي، اذا بدنا نحكي هيك، مع انه نحن بنرفض هذا المنطق. صار في توافق مسيحي بين كل القوى او اغلب، خليني اقول القوى المسيحيه، بالاتفاق على مرشح اسمه جهاد أزعور. انعملت جلسه وحده يتيمه وطار النصاب، واللي طير النصاب ست سمر، وانت احسن العارفين بهذا الموضوع، اللي طير النصاب هو الرئيس بري وحزب الله من الجلسه الثانيه، بما فيهم كتله المرشح مرشحهم نفسه. بالتالي لا، هناك عرقله ممنهجه من سنه لليوم. طيب هلا اختلف الوضع، هلا جينا على وضع جديد. نعم. هلا عم بحكي استاذ الياس ربطا من اللقاء الثلاثي يلي صار، لقاء عين التينه، وكل ما صدر من وراه، والحركه يلي صارت من قبل نائب وائل ابو فاعور، زياراتكم، واليوم حضرتك كنت كمان زرتوا السرايا امبارح. يعني خلينا ننطلق من الحركه اللي صايره هلا. هيدي حركه بدها توصل لنتيجه من بعد كل هذه المواقف، ولا هي بتعتبروها مناوره جديده؟ ليكي بغض النظر حضرتك اللي استخلصتيه من بعد حديثك مع كمين الزميل بيسي، ولكن انا بتطلع بالبيان اللي طلع عن اللقاء الثلاثي الناقص. طلع بهذا اللقاء عدم ذكر لربط المسارين بين غزه ولبنان، عدم ذكر بالتمسك بمرشح المعارضه، لا بل إذا بنشوف كل الأوساط وكل اللي طلع عن تصريحات من رئيس بري، كان بيحكي عن التنازل عن الشروط يلي فرضها على سنة. نعم أستاذ الياس على سنة. خليني كمل جملة. بس لا أنت بدي بلا رح توصل الفكرة، بس خليني لأنه هلأ في غارة. أستاذ الياس أهلا وسهلا فيك من جديد. للأسف يعني بعدنا عم نقول إنه الأمور عم تتطور وتتدهور. إن شاء الله ما بقى بيصير ولا غارة. بدي أطلب منك ترجع تكفي الحديث يلي كنا عم نحكي عنه، عم نحكي عن موضوع الرئاسة، عم نحكي عن موضوع فصل عدم فصل الجبهات، عم نحكي عن موضوع يعني آخر الطروحات اللي انطرحت من بعد اللقاء الثلاثي في عين التينة. خليني أعرف وجهة نظركم كحزب كتائب عن حول هذه المعطيات، وهل بتشوفوا أنه هذا الطرح اليوم يلي عم ينطرح وهذا الحث لموضوع انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن هو جدي ولا مش جدي، وشو اللي تغير؟ ست سمر ما رح أخر أنا، لأنه الوضع لا خلص تفضل. عندكم داهم وعندي كمان ضيفك على البلاتو. خليني أكون سريع وأقول لك على السريع. أول شيء صار لنا سنتين بنضغط كنواب معارضة لانتخاب رئيس. كان فريق واحد موحد كان عم بيطير النصاب من كل ثاني جلسة. خلينا تكون كمان واضحة ونرجع شوي بذكرانا مع كل الأحداث اللي صارت، يمكن بننسى. من بعدها صار لنا سنة من 14 حزيران الماضي
عم نطالب الرئيس بري بفتح جلسه، وهذا الشيء ما كان عم يتم، حتى وصلنا لمرحله مضينا عريضه وطلبنا منه لفتح جلسه لحتى مناقشه الحرب. وهون الاولويه ست سمر، اكيد نحن الاولويه تبعنا انه ننتخب رئيس جمهوريه، ولكن اليوم بالحرب القائمه في اولويه كمان لوقف اطلاق النار الفوري على مجلس النواب. اذا بده يجتمع وباسم الشعب اللبناني يطلب وقف اطلاق النار. طالبت الحكومه كلمه حدا في افرقاء بلبنان بعدهم مكملين الحرب، يعني حزب الله ما وقف حرب. اذا هذا الشيء منسق مع حزب الله خليها توقف حرب تنقدر هالدولة اللبنانية تفاوض. اليوم لبنان بس شو بدك هون استاذ الياس؟ يعني شو بدك اليوم؟ انه يطلع حزب الله يرفع ايديه ويكب سلاحه؟ يعني هل اليوم قرار وقف الحرب بايد حزب الله ولا بايد الاسرائيلي اليوم؟ ست سمر ما نروح لغير مطرح. هيدي الحرب ما كنا حاضرين لها، لا دولة ولا حزب الله، لا قدرنا حمينا ناسنا ولا قدرنا حمينا بلدنا ولا قدرنا عملنا التوازن رعب، ولا عندنا ملاجئ ولا عندنا مراكز ايواء، ما عندنا شيء. وهلا بتقرير زملائك الست ليال والاستاذ رياض تبين قد ايه الوضع محترق بلبنان. نحن شعب ما بقى بيتحمل هذه الحرب. الاولويه اليوم وقف اطلاق النار والضغط. اول شيء نحن نوقف اطلاق، ينضغط على حزب الله وقف اطلاق النار. ما عم نطلب يستسلم، في جيش لبناني اليوم، هذا الجيش اللبناني اليوم بيقدر من خلال الحكومه تفاوض وبيقدر يدافع. ما فينا نحن نكمل اليوم وكانه ما صار شيء من بعد كل الدمار اللي صار، واذا بعدنا معتبرين انه لا خلينا نكمل وخلينا نحن اليوم بوضع سيء جدا. ما فينا نكمل هيك. في اكثر من 1.4 مليون شخص لبناني نازحين عن بيوتهم. ما بعرف قد ايه بدنا وقت تيرجعوا على بيوتهم. على الجيش اللبناني كمان يمسك زمام الامور ويمكن يعلن حاله طوارئ تنقدر نهدي شوي اللي عم بيصير. وطبعا ننتخب رئيس جمهوريه لانتظام هذه الحياه السياسيه في لبنان العوجه اصلا. كل هذا الشيء اللي عم نعيشه هو تعاظم قوى الدويله على الدوله، وعم ندفع حقها اليوم كلنا.